جاي لك النهارده بعظمه العظمه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا جاي لك من عندي درش بتاع الكشري في اخر العجيزي. عايز اقول لك انا بقالي ساعه الا ربع، واقف ومعايا واسطتين عشان يمشوني. يعني لو بعد كله الاكل ده ما طلعش اللي هو والزحمه دي كلها، اكيد مش رشيها يعني. ده لو طلع اللي في دماغي وبعد الزحمه دي كلها طلع حاجه جامده، يعني احنا ممكن نتحدى بيه اكبر براندات هنا في طنطا، وممكن نوصل لبره مصر كمان نتحدى بقى الراجل ده، بس هو يظبط الكواليتي شويه. بس اهم حاجه الايه؟ الطعم. العلبه دي 25 جنيه، والاكياس ديت الكيسه دي بتكفي 2، عشان احنا معانا علبه ثانيه، ودي بتكفي 2. وده شويه ايه بقى؟ شويه شعريه ماشي، على شويه تقليه بيجيبوا لك كماله فوق العلبتين اللي احنا واخدينهم، ويحط لك شويه ليمونه وشويه بتاع. نقول بسم الله كده ونفضي الحاجه الجميله دي. اللي بقى مضايقني في الحوار هو كيس الدقه ده. يا عم كنت يعني انت مزود الدنيا كلها، مش عارف تزود لنا كيس الدقه ده، احنا بنموت في الدقه يا عم. يعني جت على ده يعني يا عم مصطفى يعني. نقول بسم الله. بص كده، بص يا شويه الطماطم اللي على الوش كده، والله الطبق غرقان. ده ب 25 جنيه سلطه. وبص من كتر الحاجه. نقول بسم الله. هنا بقى اول معلقه هتبقى زي اخر معلقه. اقسم بالله ولا كلمه ولا كومنت واحد، والله ما في غلط. درش رقم واحد في طنطا. والله انا واقف عندي عمال يقول انت رقم واحد دلوقتي. انا ببصم لدرش بالعشره. كشري درش في العجيزي بعد ما هو في القديم على طول رقم واحد في طنطا كلها في الكشري، بيعدي اي حد. درش لا احنا هندخل بيه مقارنات. تصرف الفيديوهات جايه بقى هندخل مع درش بيه مقارنات مع تومه ومع الناس التقيله عندنا في طنطا. ناخد بقى شويه ليمون كده ونجرب الكشري بالليمون. بسم الله. الليمون في حته تانيه. جربوا درش على مسؤوليتي الشخصيه، اقسم بالله ما اعلان والله العظيم. درش نمبر واحد في طنطا. لحد دلوقتي ما دقتش كشري زي ده. احنا انتظرونا في فيديوهات هنجيب درش مع مكونات تانيه جامده. انتظروا الاخوين، مع السلامه.